ازاي اقدر احسب النت بريزنت فاليو؟ صلي على النبي وهقول لك على طريقة سهلة تقدر تحسب بيها ال NBV او ال Net Present Value. طيب احنا عندنا في حاجة بتقول ان قيمة الجنيه النهاردة لا تساوي قيمة الجنيه بكرة، ده بسبب طبعا الانفليشن والتضخم والعوامل الكتير اللي هي بتقلل قيمة الفلوس في المستقبل. طيب انا عشان خاطر احسب النت بريزنت فاليو او الام بي في، الام بي في بيساوي الفيوتشر فاليو، تمام، القيمة المستقبلية على واحد، ده ثابت، زائد فايدة البنك المركزي. تمام، مثلا خلينا احنا هنقول مثلا فايدة البنك المركزي في مصر حاجة و20%، وليكن 21%. هقسم ال21 على 100، الرقم ده هحطه يعني هعوض بيه. تمام، بعد كده بقفل القوس، بحط فوق اس اللي هو ايه اير، بحط السنه. يعني لو انا مثلا في السنه الاولى هحط واحد، لو في السنه التانية هحط اتنين، لو في السنه التالتة هحط تلاتة، فبعوض عنه فوق بالسنه. طيب خلينا ناخد مثال. خلينا نقول مثلا ان انا عندي شركة عقارات وعندي يونت. اليونت دي سعرها دلوقتي النهاردة اون تيبل مليون جنيه كاش. طيب ومعايا حد عايز يقسطها لي على 4 سنين، هيديني كل سنة 250 ألف جنيه. فطبعا المليون جنيه أنا كده مش هاخدها مليون جنيه، فأنا عايز أعرف بقى أنا أعمل كاش ديسكاونت قد إيه، أو المليون جنيه دي كده بعد ال4 سنين هتكون وصلت لي كام. هنحسبها بقى ازاي؟ هنقسمها طبعا، هنكتب ايه اول سنه، تاني سنه، تالت سنه، رابع سنه، وهنكتب قدامهم احنا مقسمينهم على 4 سنين 250 الف 250 الف 250 الف 250 الف. هنيجي نعوض في الفيوتشر فاليو، هنحسب اول سنه، هنقول الفيوتشر فاليو اللي هي ال 250 الف جنيه. طبعا هقسمها على الواحد، زائد احنا قلنا فايدة البنك المركزي لما احنا قلنا 21%، فهنقسمها على 100 هتبقى 0.21. هجمع واحد زائد 0.21 أس، أنا طبعا في السنة الأولى أس واحد. طيب هنجمع واحد زائد 0.21 هتديني 1.21 من 100. هقسم على، يعني هقسمهم من هقسم ال 250 ألف على الواحد و22 من 100، هيديني في السنة الأولى 206 ألف 600. طيب هاجي أحسب السنة التانية، هحط 250 ألف على واحد زائد 0.21 أس 2، لأن دي السنة التانية. طيب أس 2 دي يعني الرقم مضروب في نفسه مرتين، مش هضربها في 2، لا هضرب 1.21 في 1.21. لو أس 3 نفس القصة، هضرب الرقم في نفسه 3 مرات. لو كده 4، هضرب الرقم في نفسه 4 مرات. هنيجي نحسبها في السنة التانية، هنقول 250 ألف على واحد زائد 0.21 أس 2، هيديني تقريبا حوالي 170 ألف 753. السنة التالتة هقول 250 ألف على واحد زائد 0.21 أس 3، السنة التالتة هيديني حوالي 141 ألف 118. السنة الرابعة نفس القصة، هكتب 250 ألف على واحد زائد 0.21 أس 4. هضرب الرقم في نفسه اللي تحت، هضربه في نفسه 4 مرات، هيديني ال 116,662. طيب لما هجمع عدد السنين، يعني السنين النواتج اللي طلعتها دي كلها، ال 206 زائد ال 170 زائد ال 141 زائد ال 116، هيطلع لي 635 ألف. تمام، ال 635 ألف دي المفروض اللي هي المليون جنيه، بس بعد بقى لما أنا خدتها على 4 سنين هي قيمتها ما بقتش مليون جنيه، بقت 635 ألف. طيب عشان خاطر أحسب مثلا الكاش ديسكاونت، أو لو أنا مثلا عايز أعمل له ديسكاونت، هقسم ال 635 ألف على المليون، هتديني نسبة. النسبة دي هضربها في 100، هيطلع لي يعني الرقم ده هطرحه من 100، هيطلع لي الديسكاونت اللي ممكن اديهوله هيكون 37%. طبعا يعني الام بي في ليها شيت، ويعني ليها يعني قصه، المفروض ان هي بروفيشنال اكتر من كده، بس انا يعني بحاول ان انا ابسطها الناس تبقى فاهمه يعني ايه نت بريزنت فاليو، يعني ايه ان بي في، وازاي ان هي بتتحسب وهي بتستخدم في المشروعات، وان انا اقدر ان انا احسب بيها الكاش ديسكاونت واكتر
من حاجة لو هاخد اقساط على مدد طويلة. بس انا حبيت ان انا ابسطها كده، ويعني اقول المعادلة وادي اكزامبل بسيط. برضو ممكن الارقام مش تبقى ادق حاجة، بس دي الطريقة المظبوطة اللي انا اقدر احسب بيها ال NBV.